لو انت اول مره تشوفني فانا طارق محمد ودي ستيب زيرو. وليه ستيب زيرو؟ عشان احنا بنتكلم عن مايند سيت، والمايند سيت هي ستيب زيرو لاي حاجه الواحد يتعلمها. فلو انت عايز تعرف اكتر عن المايند سيت فهيكون اول حاجه انك تعرف ايه هي المايند سيت. ايه هي المايند سيت؟ ايه مكوناتها؟ طب ازاي نقدر نتحكم فيها؟ كل ده هيبقى اكتر لو فضلت معايا الكام دقيقة الجايين دول. الكام دقيقة الجايين دول مش هيكونوا طرفيين على قد ما هيكونوا، لا، هيفرقوا في طريقة تعلمك، وهيفرقوا في الحاجة ان انت هتوصل لها اسرع، وهتوصل لها بشكل احسن بجودة اكبر. تمام؟ خليك معايا الكام دقيقة الجايين دول. جهزت مشروبك المفضل ويلا بينا. نبدأ بإيه هي المايند سيت؟ المايند سيت انك دلوقتي شايف ان دي كوباية شاي عادية جدا، ما جمعكش فيها اي موقف، بس تعالى كده خد معايا كام فكرة عنها. كوباية الشاي دي معلقتين شاي، يعني حرفيا الشاي تقيل جدا وما فيهاش سكر. تمام؟ فكرتين غيروا نظرتك من ممكن يكون الشاي ده مشروبك المفضل، لان دلوقتي ان دي حاجة وحشة قوي، لدرجة ان انا لو جيت دلوقتي قلت لك هل تشرب منها ولا لا، هتقول لي لا طبعا. لو بجهل انت جيت تشرب منها هتلاقي ان انت شربت منها بق وبس. ده لحد دلوقتي. لكن يلا بقى اغيرك شويه في المايند سيت واديك حافز، اقول لك اشرب لي دي وخد مليون جنيه. ساعتها الكلام هيفترق. تمام؟ فانت هتشرب منها بس مش هتقدر تكمل، فهديك تركه كمان في المايند سيت. اقول لك انت تقدر كل يوم تشرب بق. فساعتها انت هتقدر تكمل. فما بالك لو تعلم حاجه معينه، فانت بتركتين انت ما بين ان انت كنت مش هتبدا فيها لان انت دلوقتي لا هتبدا وهتكمل. ده بتركتين بس. فاذا ده تعلم اي حاجه، يعني اي حاجه زي تعلم الانجليزي في البدايه بتبقى حاجه مجهوله، خلينا نقول مجهوله، وبعد ما تبدا تشرب منها اللي هو تبدا بقى تتعلم منها، هتلاقي ان لا، الموضوع هياخد وقت كتير. سيبه بس بتركه بسيطه كده. طب ناخد بقه كل يوم، هتكمل اكتر. كل تركه هتديك حاجه اكتر في المايند سيت، سواء هي ايجابيه فهتاثر عليك بالايجاب، بس سلبيه هتاثر عليك في السلب. وهي دي المايند سيت. فعشان نعرف ازاي ناثر عليها لازم نعرف ايه عناصرها. بديهيات. فايه هي عناصرها؟ بكل اختصار المايند سيت دي هي افكار ايجابيه وسلبيه بتتضرب في الخلاط تولد لك مشاعر قصاد حاجه معينه. فهي بتيجي على شكل افكار ايجابيه وسلبيه لحاجه كويسه، وافكار ايجابيه وسلبيه لحاجه وحشه. فانت بقى دلوقتي لازم عشان تعمل حاجه كويسه، تمام، انت لازم تقوي وتكتر الاسباب منها وتضعف الاسباب السلبيه اللي تمنعك ان انت تعملها. يعني مثلا الانجليزي، انت حطيت لنفسك تريكس دلوقتي ان انت هتذاكر كل يوم نص ساعه، ان انت دلوقتي هتستمر لاجل حافز ما، وفي نفس الوقت الاسباب السلبيه زي حته ان انت ما تكملش بتبقى نتاجا لان الاسباب دي مش كفايه بالنسبه لك. طب هل هي كفايه ولا لا؟ هي كفايه بس من بره، لان انت ما بيبقاش عندك تصور قوي ليها. ده هنا كحاجات ايجابيه. طب نيجي لحاجات سلبيه. ازاي حاجه سلبيه ونكرهها؟ ده بيجي في الادمان. يعني كلنا عندنا حاجات سلبيه احنا بنعملها مع اننا مش عايزين نعملها، احنا بشر. بس ده بيبقى لسبب ايه؟ عشان نبطله تدريجيا. ده بيبقى بسبب افكار ايجابيه عن الحاجه السلبيه دي. لو انت بتشرب سجاير فدي ونيس الوحده بتاعك، فانت محطوط لك فكره ايجابيه جدا لدرجه ان هي مش قد الفكره السلبيه بتاعت ان هي حرام او ان هي مضره. والسؤال هنا يجي ازاي نقدر نتحكم في المايند سيت بتاعتنا. بص، البوينت دي اهم بوينت في الفيديو كله، وهي ان انت تتحكم بالمايند سيت. انت دلوقتي فهمتها وفهمت ايه عناصرها، فانت دلوقتي هتلعب على حاجتين مالهمش تالت. ايه هما؟ الكواليتي والكوانتيتي. خلينا نمسك دلوقتي الكوانتيتي، الكميه. لو قدامك انت دلوقتي 20 سبب عشان تصلي،
و3 عشان ما تصليش، هل هتصلي ولا لأ؟ الإجابة هنا مش بتعتمد على الكوانتيتي وإن أنت تبقى عارف أسباب كتير عشان تصلي، لأ هي بتيجي برضو لعمق السبب، الكواليتي، جودة السبب بتاعك. لو أنت شايف إن الصلاة بتنظم لك وقتك، بيبقى عندك 20 سبب عشان تصلي و3 عشان ما تصليش وما بتصليش ساعات. ده ليه؟ ده بسبب الكواليتي. ايه هي الكواليتي؟ هو عمق الفكره. يعني انا ممكن اجي اقنعك بالصلاه وقول لي انهي المقنع. النسخه الاولى اقدر اقول لك دلوقتي ان بص يا حبيبي، انت الصلاه حرام ان انت ما تصليش، حلال ان انت تصلي. بص، هتنظم لك وقتك، بص هتديك بركه، بص هتعمل كذا 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 كذا، اديك 20 كذا. تمام، كله هيبقى حاجات بنفيتس بالنسبه لك، بس ليها alternatives، ليها بدايل. يعني هتلاقي ان الموضوع في الاخر اللي هو تمام، بس هتلاقي نفسك ما بتصليش لان انت شايف ان الموضوع مش مقنع او ليه بدايل انت بتعملها. يعني انت وقتك بتقدر تنظمه بكذا طريقه غير الصلاه، فبتلاقي نفسك لا واعيا ان انت مش مقتنع بالفكره. ده هنا يجي دور الكواليتي واللي هي النسخه الثانيه. بص، انا دلوقتي ممكن عشان اقنعك بالصلاه امسك فكره واحده منها واقول لك عليها. يعني دلوقتي بص يا اسطى، انت دلوقتي الصلاه دي هتنظم لك وقتك، بمعنى انت هيبقى عندك 5 تشيك بوينتس في اليوم، 5 علامات تميز يومك فين دلوقتي. هل قريب من العلامه دي ولا من دي ولا من دي؟ لو انت ربطت كل علامه بحاجه محدده ده هينظم لك يومك جدا. يعني لو انت بتصحى على الفجر وظبطت العلامه دي وبقيت بتنام على العشاء، ده نظم لك نومك. لو ظبطت مذاكرتك على تشيك بوينت تانية هتلاقي ان يومك بقى منظم، حاجه في حاجه هتقدر تمسك روتين ليومك، وبعد ما تمسك روتين ليومك تقدر تطوره. هل النسخة دي مقنعة أكتر ولا الأولى؟ فأنت دلوقتي عشان تكمل حاجة أو تبطل حاجة لازما تقوي دوافعك، والدوافع مش مجرد موتيفيشن ويبقى في لحظتها وبعد كده تهدى، لا هو بتبقى تريكس تساعدك كل شوية حاجة. بس كده، سلام. شكرا جدا على وقتك، وأتمنى أكون فدتك بحاجة حتى لو حاجة بسيطة. وبس، سلام.